التنفيذي الذي ذكرته لسنة 2007 ومتعلق بتعويضات ذات الصبغة العائلية. أعلمكم السيد النائب المحترم أن مراجعة قيمة هذه المنحة تتم بمبادرة من قطاع المالية وليس من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا الانشغال قد تم طرحه على مستوى وزير المالية. أما فيما يتعلق بمبلغ منح العائلة المقدرة ب 300 دينار لكل طفل ومنحة التمدرس، فإن رفع مبلغ هاتين المنحتين يخضع لإطار تنظيمي واحد، والتي بدر بقطاعنا الوزاري بتأطيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9156 المؤرخ ب 18 مايو 1991 ليحدد مبلغ منحة العائلة. كما عرف هذا التنظيم عدة تعديلات خلال سنوات 94 95 96 و 97، لا سيما فيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه المنحة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى منح الدعم الاجتماعي لفئة العمال الأجراء وتشجيعها منها لزيادة عدد السكان ورفع المعدل النمو آنذاك. كما تجدر الإشارة إنه رغم أن هذه المنحتين لم يتم رفعها منذ سنة 1997 بالفعل، إن الدولة لم تتخلى عن مبدأها المتمثل في دعم العمال الأجراء. يعني رغم ما تمش رفع هذه المنحتين، ولكن فيه منح أخرى اللي جات لدعم الأجر للموظف، وبدليل رفع مبلغ علاوة التمدرس اللي كانت ب 400 دينار إلى 3000 دينار، يعني كإجراء لدعم الأجر للعامل. زيادة على هذا هي منح التمدرس لفئة المعوزة والمقدرة ب 5000 دينار. إذن 3000 دينار و 5000 دينار قد تم يعني وضعها لفئة هذه الفئات، أن يكون بشروط أن يكون المتمدرس منحرد من عائلة محرومة ولا تتوفر على أي دخل أو يقل أو يساوي الدخل الشهري لحد الأدنى المضمون. ولكن حتى إذا لم يتم رفع هذه المنح، نذكر ورفع الأجور خلال هذه السنوات من 2020 إلى غاية 2024، حيث رفع الأجور اللي أعلن لها رئيس الجمهورية تم السنتين 2023 و 2024. هو رفع هذا النسبة هي تقريبا 50%. نعطيك مثال: العامل البسيط المستوى واحد في الوظيفة العمومي راح يعرف في هذه السنتين رفع الأجر تاعو ب 9000 دينار جزائري، إذا كان حاليا يتقاضى 30000 دينار جزائري، راح يكون عنده 39000 دينار جزائري إلا في سنتين، يعني تقريبا 33% من رفع الأجر تاعو. إذا ما فيهش رفع المنح وهي ستدرس إن شاء الله، هو رفع الأجور يعني بمستوى جد عالي. أشكركم يعني على حسن الاستماع والشكر. أما بما يتعلق قطاع الوظيفة، واحد خدام ينوض على 7 نهار في رستورون، نهار في قهوه، نهار في مرمى، نهار كذا، مره خدم 20 يوم في رستورون سيرا وفي لاسيرونس محروم من منحه، والاخر ينوض على 11 تاع الصباح مبروك عليه. هذه هي المفهوم نتاعها. شوف كيف تسخها عندك سيدي الوزير. المنحه الاخرى تاع الزوجه قبل ما تجيب الاولاد تدي 5 دنانير 500 فرنك المنحه. كاش المنحه 500 فرنك؟ ما 10 دور، وال 10 دور ما كانش. شباب صغار معنا هنا برلمانيين ما يعرفوهاش ال 10 دور، وما زالت 550. باه وكي تجيب الاولاد تدي 60000. هما كلاهما دمار الاثنين. 60000 ما تجيبش كوش. الساشي تاع الكوش 104000. الناس راهي تدي في 200 يورو 300 يورو المنحه، وحنا رانا مازال في الدينار 100 درهم. كذلك مقارنه يعني ببعض المؤسسات راهم يدوا 600 للمراه، يدعون انهم مؤسسات ربحيه واقتصاديه، وهو الربح ما كانش. انا على بالي بها المؤسسات يدوا 600.
جزائريين كلها. المحنه الاخرى منحه الاطفال لوكاسيون فاميليال 30,000 و60,000. بالله عليك قول لنا هي 30,000 ولا 60,000 برك؟ في الواد ولايه المغير خلصوا 30، الواد 60. سيدي الوزير اسعد ودير عليها هذه. علاش واحد يتبع في التعليمات تاع وزير سابق لا داعي لذكر اسمه في سنه مش عارف ايه، كلها من سنه 85 84 94 وكلها قضاء عليها الدهر. من الضروري تحيين هذه المراسيم وهذه القوانين، تحيين نتاعها. والله من العيب كي نلقوا احنا بلي نمشوا بقوانين كامله تاع الضمان الاجتماعي والمراسيم 83 87 91. يا ودي في القرن الاخر لا انترنت ولا عولمه ولا تتبدل الظروف، كل 10 سنوات تتغير وتحين المفروض. ما بالك احنا رانا في 40 عام. تعويض تاع العلاج الطبيب 5000 جينيراليست وسبيسياليست. عشاي عليكم كاين طبيب يعقب 10,000 ولا 5000 200,000 اليوم ولا 150,000. اعطوا الناس حقهم الله يبارك فيكم، راهم يشوفوا تقول لا في الزواوله تاعكم. الموظف ولا ما عاد عارف عنده معركه مع الشهريه تاعو كي تدخل الشهر اسبوع ما يرقدش في الليل، يحكم القلم وسيله خلص الدين منه وترسيتي لا حبس اني لي المراه مريضه خلينا نعقبوا لها الشهر الجاي، حتى مرته وولده عاد ياجلوا حتى مريض يقولوا ما نقدرش نفوت لك فيزيتا. عاونوا الناس هذا. من الله يبارك فيك سيدي الوزير وخليك تبقى البصمه هذه تبقى لك في التاريخ سيدي الوزير. كذلك بالنسبه لتوقيف تقاعد تاعهم في 2017 جون في 2017 جو كروا اداو التقاعد ما عندهم حتى ذنب. المؤسسات تاعك قبلت عليهم الملف تاعهم يصبحوا في 2022 يعيطوا لهم يقولوا عوض ال5 سنوات باش يجيب لك 250 منين هو ياكل فيه الرتريت. والصندوق تاعك من بعد يقولوا رجع 250 مليون وما نزيدوش وحبسوا عليهم الشهريه تاعهم. راهم طلابين اليوم فهمت كارير تاعو معلم ولا موظف راه اليوم طلاب، مره مع نسيبه مره مع خالو كاش متعاوننا كاش متعاوننا. ادخلوا بقرب وقت سيدي الوزير. باهي بالنسبه لمنحه المنطقه اللي هي من 1989 تاع لا زون بريم دو زون اللي راهي مبنيه على السالير دو باز اللي عنده 30 واللي عنده 20 ولا 25 على السالير دو باز. بقات هذيك المنحه كيما راها جات له 150,000 بقى في 150,000. السالير دو باز كان 150 ولا 200,000 اليوم راه وصل حتى ل 2 ملايين اليوم سالير دو باز. شوفوا كاش تحينوها ولا تريقلوها سيدي الوزير. باهي بالنسبه عندنا صندوق في قمار الفرع هذا تاع كاسنوس ولا في قمار راح ليه مريض اعطى له 80%، هو مريض 100% نورمالمون يعطي له 140%. كي راح للمركب الرياضي تاع سيدي فرج وش يقول لنا تاع سيدي فرج واحد موظف تم بارك الله فيه احنا قال لازم 140 كاش تخلصوا. كي كلمنا المدير قال لك عندنا كونفونسيون احنا مع المركب السياحي هذا 80% ما نقدروش نزيدوا اكثر من 80. وصلت الموظف تم في المركب هز التليفون قال لي يعطيني رقم المدير كلمه دار له عرعور قال له تخلص من جيبك انت. شكون قال لك على الاتفاقيه هذه وعلاش تكذب وتجيب من راسك؟ فاكسالهم تم 140%. اذا راهي في الجنوب كارثه. وقال الموظف اغلبيه الصناديق في الجنوب يمدوا في 80%. عليه يمدوا 80 باش يبقى لهم الربح فانداني يحافظوا على الصندوق باش يدوا الارباح هذه تاع الطماع كلها ويخلوا مريض قليل يعاني باش يخلص. كذلك نقول سيدي الوزير جل هذه التشريعات الخاصه بالتضامن المنحه الضمان هذا لازمها